بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك يا فندم احنا اللي حصل زي ما حضرتك قررت من شويه في الندوه انه الحركات الاسلاميه هي اول حركات تبوأت السلطه في الدول، في اغلب الدول اللي حصل فيها ربيع عربي او ثورات الربيع العربي. هل حضرتك او الى اي مدى حضرتك شايف ان الحركات الاسلاميه اللي مسكت السلطه في الدول دي عندها هذه الرؤيه، عندها المشروع الفقهي، عندها الرؤيه الفقهيه اللي قادره بيها تواكب خصوصا واحنا في مصر بنمر بظرف حاليا هو ظرف متعلق بقرض البنك الدولي. عندنا مشكله كبيره جدا جدا، كان في كلام انه بقايا نظام مبارك هم اللي هيجيبوا لنا القرض عشان يورطونا، فاصبح دلوقتي القرض ورثته الحكومه اللي هي او النظام او الرئيس اللي ليه صبغه اسلاميه. فإلى أي مدى إخواننا في الحركات الإسلامية اللي مسكوا السلطة عندهم هذه الرؤية وعندهم هذه القدرة على الاجتهاد؟ أنا أعتقد وبكل صراحة أن الحركات الإسلامية لو كانت عندها هذه الرؤية لما جئت إلى مصر ولما كنت في تونس وفي المغرب أتحدث عن هذه الأفكار. فمعناها أني مقتنع وشايف بوضوح أن هذه الرؤية التي ما زلت أنا نفسي ومجموعة من المهتمين نبلورها ونبنيها ونرتبها ما زالت غائبة أو ناقصة. لذلك نحن جميعا في عدد من الأقطار نكافح للتصحيح وتتميم هذه الرؤية وترقيتها وتداركها، لأن هذه الحركات الإسلامية كما تعرفون كانت ممنوعة من أكاد أقول من كل شيء له صلة بالسياسة. فجأة تقلبت الأوضاع، فبصراحة لم يكونوا مستعدين لا نظريا ولا عمليا. أحسب أن لا عندهم الصدق والإخلاص في خدمة الأمة وفي نهضتها وفي خدمة جمهورها، لكن الثغرات ما زالت كثيرة، ونحن لذلك ننظم مثل هذه اللقاءات وهذه الأنشطة لتدارك هذا النقص. تمام يا فندم. طيب في واقع برضو عملي متعلق، ربما هذا الواقع أوضح ما يكون في مصر والسعودية ودول الخليج، يعني هو إنه في بعض التيارات الفقهية، يعني حضرتك فندم قيادي في الاتحاد العالمي لعلماء السنة، في بعض التيارات الفقهية اللي يعني خلينا نستخدم لفظ قفزت على التعبير عن أهل السنة والجماعة. هذه التيارات يعني للأسف الشديد دايما اجتهاداتها بتأتي بشكل سطحي كبير جدا، لأن حتى موقفها من الربيع العربي هم آخر ناس أقروا إنه في ربيع عربي أصلا، بل بعضهم فضل لغاية قرب انتهاء هذه الثورات، ثورات الربيع العربي، فضل يحرم الانخراط في هذه الثورات وفضل يدافع عن حق الحاكم الظالم في البقاء والاستمرار عشان الفتنة وإلى آخر المسميات دي. هل إلى أي مدى حضرتك بتشوف إنه انتشار هذه العقليات يمثل عقبة أمام انتشار هذا الوعي اللي حضرتك والدكاترة والأساتذة الكرام اتكلمتوا عنه في الندوة؟ لا، وبدون شك أن انتشار الفقه السطحي والتدين المختزل والمجتزأ كل هذه عقبات، ولكن نحن نعمل على معالجتها، ويجب أن نتفهم تفهما اجتماعيا أن الكبت الذي كنا فيه والمنع الذي كنا فيه والحريات التي كانت منعدمة كانت تساعد على ظهور الفقه السطحي، لأنه فقه كان يتم في المغارات وكان يتم في الظلمات وكان يتم إذا اعتدلنا نقول في العتمات. نعذر إلى حد ما وإلى وقت ما غير طويل، نعذر شبابنا إذا ساد عندهم أو بعض شبابنا إذا ساد عندهم هذا الفقه السطحي والمختل والنزعة الخوارجية. كل هذا كان تحت ظرف أو تحت ضغط ظروف تعرفونها جميعا، لكن من الآن فصاعدا لن نعذر أحدا، ولكن أيضا على العلماء أن يكونوا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب حتى يسدوا الفراغ، وحتى لأن هذه الأفكار كما تنبت كما قلت في الظلام وفي الدهاليز وفي المغارات تنبت أيضا في ظل غياب العلماء وتقصيرهم. يجب أن نتفهم هذه الظروف ونتعاون جميعا على معالجتها. برضه في واقع يعني برضه موجود في الدول الربيع العربي تحديدا هو وجود حركات إسلامية أو تيارات فقهية بتمارس المزايدة على الأنظمة الإسلامية اللي مسكت السلطة، بالذات في الملفات الشائكة المتعلقة مثلا بفلسطين، بعض الملفات الاقتصادية أحيانا بتبقى متعجلة الثمرات، يعني ثمرات الانتصار للإسلام للعقيدة تحرير فلسطين وهكذا. في
تصور انه يعني امثال هذه التيارات او هذه الفقهيه عقبه قصاد السلطات الجديده هي لا تقل عن عقبه المعارضه العلمانيه مثلا. ازاي حضرتك شايف ان الزعامات اللي انبثقت بعد الربيع العربي بالذات مثلا في دول زي مصر زي تونس ممكن تتعاطى مع هذا الواقع؟ لا، أنا لا أقبل من أحد أن يقول أعطوني السلطة بدون عقبات وبدون مشاكل وبدون أشواك. هؤلاء الذين وصلوا جزئيا أو بأي درجة إلى السلطة عليهم أن يعالجهم أنفسهم، أن يعالجوا هذه الإشكالات، وتعالج بالحرية وتعالج بالعلم وتعالج بالعدل. فإذا لا نتوقع لا اليوم ولا غدا ولا إذا جاء الإمام المهدي أو لما جاء الأنبياء، لا أحد وجد الطريق مفروشة بالورود ومفروشة بالحرير، بل دائما هناك عقبات وتحديات. ونحن إنما أيدنا وابتهجنا وساعدنا في تغيير الأوضاع لكي نشرع في حل هذه الإشكالات. يعني ليس إسقاط نظام أو إسقاط رئيس هو حل المشاكل، هو بداية حل المشاكل، وفيه مشاكل تراكمت عبر عقود وأجيال فتحتاج إلى وقت. فإذا أن يقول لنا عندي عقبات وعندي معارضين وعندي مناوئين علمانيين ولا سلفيين ولا كذا، نقول له إنما جئت لتعالج هذا كله وتنصف هؤلاء جميعا وتنتج مناخا صحيا للمعالجة. تمام. سؤال أخير عفوا، يغلب على الواقع الحركي الإسلامي هو التربية التنظيمية. التربية التنظيمية بتطلب من الأتباع دائما درجة عالية جدا جدا من الولاء، يعني تصادر أحيانا الحق في الاجتهاد اللي حضرتك وأساتذتنا اتكلمتوا عنها. إزاي حضرتك بتشوف الإشكالية دي وإزاي بتشوف حلها وعلاجها؟ أنا قلت مرارا لبعض أصدقائي في حركات إسلامية عديدة إن الثورة لم تدخل للحركة الإسلامية، سواء حركة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو السلفيين أو إذا لم يفعلوا، إذا لم يصححوا سندعو إلى ثورة داخل هذه الحركات. بكل صراحة الآن ارتفعت الأعذار، كان الأعذار الخوف والاضطهاد والمخابرات والملاحقات والسرية الآن هذه الأعذار كلها سقطت. علينا أن نفتح، إذا كنا طالبنا بالحرية وأخذناها من المستبدين ومن العسكريين، كيف لا نعطي الحرية؟ الحركات الإسلامية في أمس الحاجة إلى حرية رأي وأن تفتح أبوابها ونوافذها، بل أن تكسر جدرانها إن لزم الأمر.